وبس. أول حاجة لازم نعرفها، أكتر الناس بتفكر إن العلاقة الزوجية الناجحة هي اللي ما فيهاش مشاكل أو خلافات، لكن ده مش صح. العلاقة الناجحة هي اللي بيكون فيها الطرفين على وعي كامل بحقيقة الحياة الزوجية. يعني إيه وعي؟ يعني يكون عندهم استعداد يقبلوا اختلافات، وده مش عيب، لكن بالعكس ده المطلوب عشان يقدروا يعيشوا مع بعض بسلام. وكمان لازم يكون عندهم رغبة حقيقية إنهم يشتغلوا ويتعبوا عشان ينجحوا علاقتهم ويحققوا الحياة الزوجية السعيدة. الزواج مش اللي خالي من المشاكل، الزواجات الطبيعية مش اللي ما فيهاش مشاكل خالص، لكن الزواج السليم هو اللي فيه مشاكل، لكن الزوجين بيحلوا المشاكل دي مع بعض. احلى حاجة في الزواج انك تتعلم من الاخطاء وتكبروا مع بعض، يعني لو غلطنا نصحح الغلط ونتعلم عشان تبقى الحياة أفضل. الأساس هو الحب والاحترام، الحب والاحترام هما الأساس في العلاقة الزوجية. لو في احترام متبادل وحب حقيقي هيكون عندنا حياة زوجية أقوى وأحلى. كمان محتاجين نحترم قانون اسمه المحاولة والخطأ، قانون مهم اسمه المحاولة والخطأ. يعني ايه؟ ده من اقوى القوانين اللي بتساعدنا ننجح في زواجنا. كلنا بنغلط، واللي بيفرق هو اننا نكون مستعدين نصلح اخطاء. مش مهم ان مفيش خلافات، المهم انك لما يحصل خلاف تقدروا تتعاملوا معاه صح. ده بيخلي العلاقة تستمر وتبقى ازاي نفهم بعض. لو فهمنا سيكولوجيا الرجل والمرأة او الاختلافات الطبيعية اللي ربنا خلقها بين الرجل والمرأة، هنبقى قادرين نفهم بعض بشكل أفضل. يعني كل واحد يعرف التاني إيه اللي بيهمه وإيه اللي مش بيعجبه. طيب إيه اللي بيفرق بين الرجل والمرأة؟ الرجل والمرأة بيختلفوا في حاجات كتير، زي اهتماماتهم، احتياجات، طريقة تفكيرهم، طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم، وكمان هدفهم من الكلام. وكل الحاجات دي هنتكلم عليها في الحلقات اللي جاية. في الآخر عايزين نقول إن الزواج ليس مكان خالي من التحديات، لكن هو مكان للتعلم والنمو مع بعض. لو فهمنا الاختلافات دي هنقدر نعيش حياة زوجية مليانة حب واحترام ونجاح. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة مسيحية من جامعة هوري